السلام عليكم يا شباب، رجعنا وياكم بحلقة جديدة من قصة علي المرجاني. فاليوم راح نتكلم عن قصة يوتيوبر عراقي قدر ينتشر بأقوى نشرة بالعالم. هو كان أول يوتيوبر عراقي يستلم الدرع المليون، وهذا يعني كان أقوى شي بالعالم. يعني هم كل الدول العالم ما قدروا يستلمون الدرع المليون. يعني مثلا نقول السعودية، قطر، وهواي سوالف يعني. وعلي المرجاني من رجوع على اليوتيوب كان رد فعل الجهال والصغار، وكان عمرهم 12 سنة وفوق. كان علي المرجاني يوتيوبر عراقي، وهو كان يلعب ماينكرافت ويا الشباب. مثلا نقول الكركي، احمد اي ار، احمد اي ار والكركي وهو. وعلي المرجان من ظل يلعب ماينكرافت فقرر يجي له شي ثاني اسمه تغيير المحتوى. فغير المحتوى وقرر بدا يعني الاشياء بدا يفشر بيها او يغلط او يشتم او يسب ومن هالسوالف. فراح اخلي الفيديو المقطع اللي ما يشتم بيه، فاخلي المقطع او القناة مالته بالوصف. اذا انت تريد تشترك بقناته او تريد ترجع ذكرياتك بيه. وعلي المرجاني رجوعه، يعني اللي تقولوا لي هيك وهيجي. وعلي المرجاني يلعب سويتش، اكثر شي متواجد على سويتش اللي هي امامكم بالصورة. تطبيق سويتش حمله وسوي الشروط مالته. واذا انت ما تعرف تسوي سويتش اكتب على المقطع، او ما راح تكتب على اليوتيوب وتبحث شلون تسوي سويتش، فراح اخلي لك الفيديو التعليم شلون تسوي سويتش. فالمهم يا شباب، علي المرجاني متواجد على سويتش 24 ساعة. يعني مو 24 ساعة، يعني متواجد يوم يومين يو ثلاثة، كل يومين ينزل له مقطع. وهو حاليا علي المرجاني عايش بكندا. ويا شباب اتمنى تشتركون بقناة علي المرجاني. وعلي المرجاني تغيرت صورته للأسف، وكانت صورته القديمة هيجي، فصارت هيجي اللي امامكم بالصورة الاثنين. ف علي المرجاني ما غير صورته كانوا الناس ما يعرفون هو وين، لان اكثرية الناس جاي يسوون قنوات باسم علي المرجاني. يعني مثلا نقول قناة، هاي قناة علي المرجاني، تعالوا اشتركوا بها قناة علي المرجاني الجديدة. علي المرجاني فقال ما عندي اي قناة ثانية جديدة على اليوتيوب. كل اليوتيوبرين لغوا قناتهم وقال علي المرجاني مثل ما سمعتوا ما عندي اي قناة ثانية جديدة على اليوتيوب. وعلي المرجاني كان عنده خبرة كلش حلوة. مثلا لعبة كان يلعب فورتنايت، او كان يلعب جي تي اي اذا انتو تتذكرون، وكان يلعب ماينكرافت وهواي العاب كان يلعبها. وعلي المرجاني رجوعا مرة ثانية، علي المرجاني رجع لي اليوتيوب. فاذا انت تريد تشترك بقناته راح اخلي قناته بالوصف. اذا مدريت او منتبهت على الكلام مالتي، فقناته بالوصف اللي حابب يشترك بيها. ويا شباب اتمنى تشتركون بقناة علي المرجاني، يعني اتمنى، لان علي المرجاني هو يوتيوبر عراقي رجع لي اليوتيوب، لان سحب عن القناة، سحب على اليوتيوب. وان شاء الله راح نحكي على هواية قصص، مثلا قصة هيرو مان، مثلا قصص كثيرة، مثلا قصة ابو عطوان، قصة الشايب. فاتمنى عجبكم المقطع، فلا تنسوا تدوسوا لايك واشتراك بالقناة. السلام عليكم، ننتظركم بقصص جديدة.